من قصائر السور. ربنا عز وجل بيقول: وهو الذي لا يقدر على غفر الذنوب في الدنيا والآخرة إلا هو، من يغفر الذنوب إلا الله، وهو الفعال من يشاء. دي من قصائر السور كانت موجودة: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي. برضو من قصائر السور: والذي يموتني ثم يحيين. والذي يموتني ثم يحيين يريد البعث، وكانوا ينسبون الموت إلى الأسباب. ساعتها كانوا بيقول لك إن الموت ده سبب يعني. فربنا عز وجل في الآية دي كان بيوضح لهم إن ربنا عز وجل بين لهم إن الله هو الذي يميت ويحيي، يحيي ويميت بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلقني فهو يهدين. الذي خلقني فهو يهدين هو ربنا عز وجل خلقك عشان يهديك للصواب من أو في القول والعمل، ويسددك ويسددني للرشد والفعل الصالح. اغفر لأبي إنه كان من الضالين. دعاء سيدنا إبراهيم عليه السلام إنه طلب من ربنا أن ربنا عز وجل ينقذ أبوه من الضلال إلى الهدى ويغفر له ويتجاوز عنه، كما وعد إبراهيم آباه بالدعاء. فلما تبين له أنه استمر في الكفر والشرك إلى أن يموت تبرأ منه.